وبابا نويل يستعد لمغادرة بيته في شمال فنلندا ليؤدي واجبه على أكمل وجه من خلال توزيع الهدايا على الأطفال في عيد الميلاد. ويبدو أن بابا نويل والآخر لم يقاوم التكنولوجيا، لأنه غادر بيته بجهاز لتحديد المواقع كي لا يتوه في طريقه الطويلة. The woman to the preacher said, "Shall I look like that when I'm dead?" Ooh, the preacher looked at the woman and said, "You look like that when you're dead." Do you not like these? Should I maybe not read anymore? Do it. Okay.
الله ما شاء الله. دبور دبور. للمسلحين للمسلحين مباشرة. الاحتياط على السلم. يا فتوى متوسط خليك عند الجاي ها. الشعب كله عايش مركز، محدش بينام، احنا عايزين امن. واللي بيعملوا المجلس العسكري ده كله غلط، احنا عايزين نعيشوا احرار، عايزين نعيشوا بديمقراطيه، عايزين نعيشوا بحريه، عايزين نعيشوا بحريه. وفي ختام آخر مواجيز الجزيرة مباشر مصر، قرار اتخذته إدارة شبكة الجزيرة في قطر بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر التي تستهدف تغطية الشأن المصري لحين تهيؤ الظروف المناسبة لعودتها للبث مجددا من القاهرة، وذلك بعد استكمال التصاريح اللازمة بالتنسيق مع السلطات المصرية. إغلاق قالت القناة في بيانها إنه مؤقت لحين إعادة البث من الدوحة إلى القاهرة، التي شهدت لقاء قبل يومين هو الأول من نوعه بين موفد أمير قطر والرئيس المصري بحضور سعودي ينظر له باعتباره مصالحة قطرية مصرية. الجزيرة مباشر مصر التي انتقلت للبث من الدوحة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي كانت خلال العام ونصف الماضيين نافذة تطل منها قيادات إسلامية معارضة للنظام المصري الحالي. كان واضح جدا أن قناة الجزيرة مباشر مصر في هذا التوقيت كانت تعمل على دعم الإخوان في مصر لدعم وصولهم للسلطة، وانتهى الأمر بوصولهم للسلطة، وعملت فيما بعد وصولهم للسلطة على تمكين جلوسهم على كرسي الرئاسة في مصر
تولي مخارج الحكم. كشفت بعد كده وتبين أمام الرأي العام أن هذه القناة ذات مأرب. سياسيون مصريون يعتبرون قرار وقف بث قناة مباشر مصر خطوة تنفيذية يجب أن يتبعها خطوات من كلا الجانبين في سبيل إتمام مصالحة كاملة. وكان إعلاميون مصريون قالوا إن وقف مباشر مصر يمهد للقاء بين الرئيس السيسي وأمير قطر تميم بن حمد الثاني. هل تعلمون ما هو الفرق بين السيسي والسبسي؟ هل تعلمون أنه إذا فاز السبسي ستكون تونس نسخة طبق الأصل عن مصر السيسي؟ ألا تشاهدون ما يحدث في مصر حيث سرقت الثورة عبر ديمقراطية كاملة؟